اي اي يا الدراري بقى اقل من 100 ابوني باش نوصلوا ل 100,000 ابوني. الساط راه ما يمكنش. هاد اخر 100 واحد اللي بيت ابونا الدراري غادي يكونوا سبيسيال بزاف، وعلى ودهم غادي ندير واحد الجيف اواي. هاد اخر 100 ابوني اللي غادي تابوناو في لاشين، 5 منكم اللي غاديين يربحوا 5 ديال الطابيات اللي كبار شادين كلافي والسوري. فراه الا بغيتي تشارك سهله، غير تابونا وكومونتي الانستغرام ديالك. واحده من اكثر السيريات اللي كتعجبكم الدراري، واللي اكثر ثاني سيري اللي مطلوبه عندي في الشان، اللي هي كنجمع لكم واحد السيت اب بواحد البيدجي. عندك واحد البيدجي وبغيتي تطلع به واحد السيت اب، كنحاول نجمع لكم سيت اب من سيتات المغرب وما كنفوتوش داك الثمن. بدينا ب 5000 درهم الدراري، ولكن دابا كنت جاي كنقلب باش نشوف واش لي كومونتير باغيين انني نزيد الثمن ولا نقص الثمن. الا جيت طابيت هنا 6000 درهم كيطلع لي بلي راه كاين شي واحد لي كومونتير باغي سيت اب ثمن ديال 6000 درهم، ولكن الا كومونتيت الا قلبت على 4000 درهم ما غاديش نلقاها الدراري، غير بسبب هذا الشيء باش انني قررت باش نجمع سيت اب ثمن 6000 درهم. الفيديو الجاي الدراري سواء غادي نزيد ب 1000 درهم اللي غنجمعوا فيه سيت اب ب 7000 درهم، ولا غادي نقص ب 1000 درهم على هذيك 5000 درهم ونجمع لكم سيت اب ثمن 4000 درهم. الدراري كومونتيو لي تحت في لي كومونتير باش نختار شي بيدجي من هاد البيدجيات اللي غادي تعطيوني ونجمع لكم بهم سيت اب. فاليوم الدراري قررنا اننا نجمعوا بسيت اب ثمن 6000 درهم. فصراحه الدراري ما غاديش نكذب عليكم، ما غاديش يكون شي فرق كبير بزاف مقارنه بداك السيت اب ديال 5000 درهم، حيت راه الفرق راه غير 1000 درهم. تقريبا غادي يكون كلشي تقريبا بحال، ولكن الفرق غادي يكون في البيسي، حيت بالنسبه لينا راه البيسي هو احسن حاجه. فتهدنوا ما غاديش نقول لكم رجعوا لذاك الفيديو باش تشوفوا شنو خدينا، غندير لكم كلشي في هذا الفيديو هذا. فالدراري كيف ما تشوفوا الدراري وجدنا الاكسل ديالنا باش نقدروا نحطوا فيه الاثمنه ونحطوا فيه داكشي اللي غادي ناخذوا وباش ما نفوتوش الثمن ديالنا. الدراري درت لكم واحد البلان، عندكم هاد الاكسل الدراري، حطيت هنا البيدجي اللي هو ما خصوش تفوتوا 6999 درهم، حيت هذا هو الماكسيموم اللي نقدروا نوصلوا فيه في السيت اب ديال 6000 درهم. هنا داير لكم الدراري الثمن ديال السيت اب اللي غادي يجمع لي هنايا كاع الاثمنه اللي غادي نحط ديال السيت اب. هنا غادي نحط السيت اب وحط الثمن ديالو، وهاد اللعيبه الخضراء الدراري 6999 اللي هي شحال باقي لي في البيدجي. ولكن هنا دابا الدراري شوفوها خضراء، راه الا الثمن ديال السيت اب فات 6999 درهم ولا غير بغير بدرهم واحده، فراه غادي تولي حمراء. المهم الدراري كيف ما العاده مشينا كنقلبوا في لي سيت المغرب، السيتات اللي كنعرفهم واللي كنعرف بنادم شاري من عندهم واللي اللي انا براسي شاري من عندهم وعارفهم ثقه وماشي نصابه. اول واحد اللي كنا شفناه هو الترا بيستي. اكبر مشكل حاليا عند الترا بيستي ولا في السيت ديال الترا بيستي، فراه كلشي تلقى عندهم رupture دو ستوك، وهذاك الشيء اللي ما كاينش رupture دو ستوك فراه ما فيهمش كارت جرافيك ولا شي حاجه اللي فريمون ناقصه، ماشي شي حاجه اللي غادي نحتاج اللي غادي نقدروا نحطوا فيها فلوس ولا نحطوا فيه واحد البيدجي ديال 6000 درهم. فراه داكشي علاش الترا بيسي ارخص بيسي الدراري اللي ما غاديش تبقى تلقى فيه رupture دو ستوك، فراه تبدا من 7000 درهم الفوق، حاجه اللي ما بلانش. دزنا النكست ليفل الدراري. النكست ليفل ما عرفتش شنو اللي طاري عندهم، ارخص رايزن 5 عندهم وفيه شي كاس جرافيك، فراه الثمن ديالو 6099 درهم، شي حاجه اللي غاليه بزاف مقارنه بالبيدجي اللي باغي نحطوه في هذا الفيديو هذا. فراه داكشي علاش غادي ندوزو للسيت اب جيم. بقات عندهم صراحه جوج ديال البيسيات، وكل واحد على حساب نتايا شنو الاختيار ديالك وانت شنو اللي باغي اكثر، وانا نشرح لكم علاش. اول بيست بعدا اللي لقينا عندهم اللي هو هذا الرايزن 5 5600 بروسيسور اللي زوين مانتك ناضي مع ار تي اكس 3050 8 جيجا. ار تي اكس 3050 المهم كتسمعوا عليها بلي راه هي من اسوء لي ار تي اكس اللي ممكن تاخذ كذا، ولكن كتبقى هذه من ارخص احسن كاس جرافيك حاليا اللي ممكن انك تلقاها في واحد شي ثمن اللي المهم ميد رينج في السيت اللي كاينين في السيت المغرب. راه الاغلبيه ديال لي سيت المغرب غتلقى الكاس جرافيكات اللي ناضين كيخليهم بدوك البيسيات اللي هربانين كذا، ما داكشي اللي هابط شويه كيعطيونا ديك ار تي اكس 3050 كيعطيونا ديك الار اكس 580 كيعطينا 1050 تي اي كذا. فراه ار تي اكس 3050 كتبقى واخا هكاك راه مزيانه. ثاني بيسي الدراري اللي عندنا اللي هو هذا الرايزن 5 3600 بروسيسور اللي ناقص شويه على الاخر، ولكن هاد المره عندك الار اكس 5700 اكس تي 8 جيجا. الثمن ديال هاد البيسي 5649 درهم. فراه الفرق ما بين الاول والثاني غير شي 100 درهم، داكشي قلت لكم ماشي شي فرق كبير. وتو فيه 16 جيجا في الرام، ولكن فيه غير 250 جيجا في الديسك دور. فراه الدراري بجوج بهم بصراحه اللي بلان، ولكن على حسب الاختيار ديالك انت فانت غادي يجيك اللي احسن. فهاد الاول ار تي اكس 3050 كاس جرافيك اللي ناقصه مقارنه بالار اكس 5700 اكس تي. بنادم اللي باغي الماكسيموم ديال اف بي اس في لي جيمز يكون عنده الماكسيموم ديال اف بي اس في لي جيمز ما بين هاد جوج بيسيات، فراه اوف كورس غادي يمشي مع ار اكس 5700 اكس تي. غير هي البروسيسور اللي في هذا البيسي 5600 زائد انه هاد كارت جرافيك انفيديا كيخليو هذا البيسي هذا احسن شوا ما بيناتهم بجوج الا كنتي باغا تستريمي ولا كنتي باغا تريكوردي فيديوهات.
فاللي كنتي باغي ستريمي ولا باغي تريكوردي فيديوهات فراه من الاحسن انك تختار هذا البيسي اللي هو الرايزر 5600 ار تي اكس 3050 8 جيجا. فالا ما كنتيش مهتم كاع بالستريمينغ وما باغيش كاع تريكوردي وباغي غير الاف بي اس اللي يكون كثر، فراه هذا غيكون من الاحسن ديال رايزر 5600 مع ار اكس 5700 اكس تي. راه المهم على حسابك انت شنو غادي تختار وشنو اللي باغي دير في البيسي. فبالنسبه لي انا شي واحد اللي باغي في نفس الوقت كيستريمي في نفس الوقت باغي ريكوردي وما بين باغي المهم راه الفرق عاوتاني راه ماشي شي حاجه اللي هربانه عاوتاني. فراه المهم انا نحطوا البيسي اللي هو ام دي الطاقم شنو نحطوه في الاكسل ديالنا هنايا نحطوه هنا. والثمن الدراري كيف ما كتشوفوا اللي هو 5599 درهم، فراه نحطوا 5599 درهم زائد بدل شويه اللعيبات في الاكسل باش يبان داكشي شويه مأنتك كذا كيبان داكشي زوين. فهذا هو البيسي ديالنا الدراري اللي حطيناه هنايا. بقات لي 1400 درهم حطيت البيسي باقي لي غير 1400 درهم خصني ندبر على السيت اب كامل. حاجه اللي المهم صعيبه الدراري. بالنسبه للمونيتور الدراري كنا مشينا للقياده اخر مره واللي صراحه كانت جاتني من احسن لي مونيتور اللي ممكن انك تاخذهم. فراه هي الدراري هاد اكستريم لاب 144 هرتز اي بي اس اللي كاينه في الترا بي سي. الثمن ديال 849 درهم صراحه اللي كتجيني مبلان صراحه. نحطوه هنايا طق وحطوا 849 درهم بقات لي 551 درهم وخصني ندبر بها السيت اب كامل. راه المهم شالنج صعيب ولكن غنحاولوا معاه. بالنسبه للسوري اللي كنا دبرنا عليها واللي اصلا تكونوا ديجا عارفينها واللي ديما كنختارها في الفيديوهات سيرتو في السيتابات اللي كيبقاش عندي فيهم شي بيدجي اللي طالع، فراه هي بحبوبه الجزائر ولا بحبوبتي انا صراحه اللي هي جي 102 لوجيتيك 193 درهم حلاوه الساط كيجيني عاره وكاش فهمتي 193 درهم. بقات لي 352 درهم وخاصني ندبر فيها الكلافي والكاسك والطابي. صراحه تشالنج اللي صعيب بزاف ما عرفتش صراحه شنو ممكن انني نختار. طابي صراحه حاله سهل حيت غير ب 46 درهم قدرت ندبر على طابي 4 اكس ال الدراري كبيره بزاف صراحه. المهم اللي شكيت فيها حيت 4 اكس ال الدراري غتكون شاده هذا البيرو كامل تقريبا. المهم على الاقل بعد اكس ال راه شاده الكلافي سوري وكتكون كبيره بزاف. فراه ب 46 درهم ما غاديش نتشكاو. طابي الدراري نحطو طابي سوري هنا كذا نحطو 46 درهم. بقات لي 300 درهم وبقى لي الكاسك وبقى لي الكلافي. المهم الكلافي الدراري كنا اختارينا اخر مره اللي هو اكستريم لاب هذا فورتكس ميني بالثمن ديال 300 درهم. كلافي اللي صراحه جاني حلاوه واللي زوينه الدراري في الشكل زايد انه كلافي 60% وكلافي ميكانيك فيه الريد سويتش يعني ما فيهش صداع بزاف داك طق 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 ما تبرزش موالين الدار ولكن فيه صوت واخا هكاك زوين. والكاسك اللي كنا اختارينه ديك المره فراه كان واد الرايزر كراكن اكس لايت بثمن 400 درهم. المشكله الدراري في هاد المره هادي ما قدرتش نختاروا هاد الجوج هادو حيت بقات لينا غير 306 درهم يعني ما بقاش عندي شي فلوس باش نقدر نحط فيهم كلافي وكاسك. فرا الا كنتي فريمون عندك الثمن شويه زايد تقدر انك تفليكسي بشويه راك نقول لك من الاحسن انك تاخذ هذا الكلافي هذا اللي هو اكستريم لاف فورتكس ميني ومع هذا الكاسك اللي هو ريزر كراكن اكس لايت. ولكن ما كانش عندك فريمون انت ما عندكش فلوس وصافي 306 درهم اللي عندك ضروري اننا نقصوا في البيدجي وغادي نمشيو لهاد الهايبروك 100 هرتز. المهم واخا الاسماء ديال لي مونيتور اللي هبطوا بزاف ولكن ما عندناش بيدجي اللي طالع بس دارينا تقريبا كلشي راه نضطروا باش اننا نقصوا 200 درهم في المونيتور وغادي ناخذوا هاد هايبروك هادي. هايبروك الدراري 100 هرتز اي بي اس ليد ار جي بي. المهم داك التخربيق ديالها صراحه مونيتور اللي مزيانه ولكن كنت نفضل انا صراحه الاخرى ولكن حيت ما عندناش الثمن ما عندناش البيجي اللي طالع فراه غادي نمشيو مع هادي. نبدلوا الدراري اكستريم لاب باق بهايبروك وغادي نهبطوا الثمن لشحال 699 درهم. المشكل الثاني اللي كان عندنا في الكلافي تا هو غادي نضطروا باش اننا نقصوا الثمن تقريبا واحد 100 درهم وغادي نمشيو ناخذوا الدراري دراجون ك 516 ناقص على الاخر ولكن داخل في البيجي ديالنا. فراه ناخذوا هذا دراجون ك 516 ثمن ديال 199 درهم. دابا بقى لي 257 درهم نقدر نشري بها الكاسك. كاسك الدراري اللي حالو صعيب شويه علاش حيت الكاسك الا ما كانش شي حاجه ماركه اللي زوينه وماركه اللي معروفه وعلى الاقل تفوت واحد شويه ديال البيدجي فراه انت راه الصوت ديال المايك ديالك ولا الصوت ديال الكاسك ما كتكون المهم كتكون الكاليتي اللي ما بلانش الصاد كاع فهمتي داك الشيء خصك ضروري ترد البال مزيان في الكاسك اللي غادي تشري. فراه الدراري نسالي كاع هاد الكاسكات ديال سونتر دابيل سينون فراه الصوت ديالك غادي تسمع بحال ديك اختنا اللي كتصوني لها فاش كتمشي لك كونيكسيون كتعيط الاتصالات كتجي تقول لك مارك تيليكوم معكم السلام عليكم كذا وكتقول اختي قرب شويه المايك راه ما كنسمعكش
كتقول لك راني حدا المايك، راني مقربه المايك، واش ما كتسمعني الو، في الاخر كتلقاها دايره كاسك بحال هذا، شاريه كاسك ب 99 درهم وباغيك تسمعها. ف 257 درهم شنو هي الماكسيموم اللي نقدروا نشريو. كيبان لي الدراري ماكسيموم كاين هاد اللوجيتيك هيدسيت، ولكن هذا الدراري كيفاش ما بحال شي دي سونتر دابل، ما غاديش نمشي ناخذ هاد اللايبين. صراحه الدراري بات لي انايا هاد الكاسك هذا ديال ريد دراجون هو ارخص كاسك اللي ماركه اللي معروفه، وكاسك اللي ماشي من ديك الكاسكات ديال هليكوبتر كاسك اللي صراحه زوين وصافا. المهم 179 درهم راه ما عندناش شي بيجي طالع، ولكن هذا اللي نقدروا نمشيو نختاروا معاه. ولا لقيت الدراري شي تسجيل غنوريكم من بعد كيفاش كيتسمع المايك ديال هذا. आप दूर लेके जाओगे तो अभी आप सुनो, अभी आपको बहुत ज़्यादा एक सही और فرا ريد دراجون اش 260 من عند الترا بي سي، ثمن اللي هو 179 درهم. كما كتشوفوا الدراري بقينا في الخضوريه هنايا، يعني ما فتناش البيدجي ديالنا تحت من 6999 درهم، يعني حنايا صافا. المهم الدراري هذا هو السيت اب اللي لقيناه، وهذا هو الاثمنه ديالهم. الدراري اللي وصلوا حتى لهاد البارتي هاد الفيديو اللي باغي هاد الاكسل بهاد السميات هادو اللي باش تقدر تسهل عليه المأموري باش يقلب عليهم، كومونتي لي لتحت الانستغرام ديالك زائد اكسل، وانا غنجادك في انستغرام وغنصيفط لك هاد الاكسل هذا. المهم اخوت كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ان شاء الله المره الجايه اللي غادي نشوفكم غادي نكونوا ديجا ضربنا 100,000 ابوني. كان معكم فوز، نقول لكم دابا